يوم السبت الجاي هتتعلم ازاي تربط مواضيع كورس CCNA في مشروع واحد كبير، وازاي تشغل مواضيعه كلها مع بعضها وتستفيد بيها وتعرف ايه صلتهم ببعض وازاي ان انا اظبطهم مع بعض في الاونلاين وركشوب اللي هتبدأ يوم السبت الجاي الساعة 7 مساء مع مهندسة شاهيناز. هنا هتلاقوا ان احنا ازاي هنربط الأجهزة في VLANs، سواء هشغلها مع راوتر اون ستيك او هشغلها مع SVI باستخدام Layer 3 switch. هنتعلم برضو ازاي نعمل subnetting للبلوك ونوزعه على الشبكة بتاعتنا. مش بس هنعمل Layer 2 Ether channels بين switches عادية، ولكن كمان هنتعلم ازاي ان احنا نعمل Layer 3 Ether channel بين Layer 3 switches او routers، وازاي نخلي Layer 3 switch يشتغل كجيت واي لشبكات عادية ويقدر ان هو كمان يشتغل عليه routing protocol. وهنشغل ال OSPF بين كذا راوتر، وهنشغل الدنيا دي ونشوف ازاي نوفق الدنيا دي في بعضها وازاي نعمل راوتينج بين شبكات عادية وفيلانز. وكمان هيبقى عندنا جزء وايرلس هنشغل فيه الوايرلس اكسس بوينت مع راديوس سيرفر ونعمل authentication وتريبل اي سيرفيس و lightweight access points مع wireless LAN controller. وبعدين ازاي ندخل ده مع الشبكة اللي هم فيها، وكمان نخلي الشبكة دي تكلم باقي الشبكات اللي موجودة عندك في التوبولوجي. وكمان هناخد حاجات ما هياش داخلة في التراك بتاعنا زي ال EIGRP Routing Protocol، وازاي نخلي ال EIGRP يشتغل مع ال OSPF عن طريق عملية redistribution بسيطة. وهنعمل كمان جزء باك اب اللي هو خاص بال HSRP وال FHRP protocols واستخدام ال Virtual IP، ونخلي ازاي الجهاز يبقى ليه 2 جيت واي ويختار واحد بينهم ويشتغل معاهم. وهنعمل كمان الجزء الخاص بالسيرفيسز والناتنج والدي اتش سي بي، وازاي ان انا يبقى عندي السيرفرز دي كلها الاجهزه بتعرف توصل لها. وبعدين كمان هنبتدي نعمل كنترول على الترافيك عن طريق استخدام الاكسس ليست، وازاي نخلي الاكسس ليست كنترول الداتا بتاعتي اللي جوه النتورك، ونخلي الناس تقدر ان هي تبقى بتكلم سيرفرات معينة او اجهزة معينة وما تكلمش سيرفرات تانية او اجهزة تانية. فالكورس ان شاء الله متكامل جدا، بتدرس فيه محتوى كورس CCNA وزيادة. فلو انت دارس كورس CCNA بس لسه حاسس ان طب ايه علاقة المواضيع ببعضيها، فالكورس ده ليك. ولو انت لسه مبتدئ وحابب تشوف انا المفروض هوصل لايه بالشبكات او كورسات الشبكات، فبرضو الكورس ده ان شاء الله هيكون مفيد جدا ليك. عشان تشتركوا في الكورس ابعتوا الرقم الواتساب الموجود على الصفحة، وبيتم الرد عليكم بكل التفاصيل. زي ما قلت لكم البداية يوم السبت الجاي الساعة 7 مساء.